مرحبا في دار أخوه رضاه بعز ومقام، التحايا من صدور الغرابة دينها. حياكم الله مشاهدينا، نحييكم من دولة قطر ومن مجلس الضابط في هجرة الخريب. طبعا معنا عدد من النشام، مبارك بن محمد الضابط طبعا نائب اللجنة المنظمة لسباقات الهجن سابق، وكذلك سلطان بن مبارك بن سلطان. الله يمسيكم بالخير جميعا. الله يمسيك بالخير والله. مرحبا. البداية معك يا ابو مرحبا محمد. احنا سعدنا اول شيء بزيارتكم، يشهد الله. الله يحييكم، احنا نشكركم على الزيارة هذه على قناة الأساس، وانت مبارك ومحمد الريامي، الله يحييكم طول عمرك ويسلمك وبارك الساعات. انا ودي تتحدث لي بما انك نائب اللجنة المنظمة لسباقات الهجن، بدي تتحدث لي عن بداياتكم في سباقات الهجن، وش كانت؟ وهل تتوقعون انكم تصلوا لهالمرحله وهالجوائز وهالسباقات اللي ما شاء الله والركض المستمر؟ صحيح. احنا بداياتنا في السباقات الهجن سباقات البدو القديمه، على ما قال الشوف الشوي تقريبا من كيلوين و3 كيلو. هذا ابائنا واجدادنا على العراس. نعم. وعلى الافراح في الاعياد. هذه بداياتنا احنا وغيرنا. صحيح. اي نعم. بعدين طال عمرك الشيوخ جزاهم الله خير، من سنه 72 بدا الله يرحمه الشيخ خليفه حاكم قطر. نعم. و72 احنا حاضرين، انا عمري تقريبا حوالي 12 سنه في الفرع بدايه، وبدات السباقات ونشاطات عندنا، وكان فيه بحياته جابر بن حسين وحسين العجمي، وحنا بعد مشاركين، وجاء عبد الهادي بن غريب من العين يمشي على ركابه لين وصل عندنا في قطر. حبابي. بالحبابي. نعم. نعم. اي. وكذلك عده سباقات صارت في البدايه. وين الموقع كان؟ الموقع عند ام عنيق الى الفرع تقريبا 9 كيلو. ما شاء الله. هذه بدايتها. وش الجوائز؟ الجوائز طال عمرك 30,000 الاول. لكن الحين 30,000 كان 3 مليون. نعم 30,000 وتنحدر ل 15 جائزه. ما شاء الله. اي نعم. هذه بدايتها. وعقبها طال عمرك انتقلنا الى الابرقه 16 كيلو. ومن بدايه مشينا في السباقات. ما زلت راكب بشري. اي نعم. نعم راكب بشري. وبدات السباقات من 16 كيلو او بعد اكثر، من الابرقه، من الزغين الى الابرقه. نعم. من 16 كيلو تقريبا. وجات السباقات هذه لين تحولنا الى سنه 78 في الشحنيه. نعم. في الدوره. ومن ذيك الدوره بدينا لين كم اسعار الهجن ذيك الحين؟ والله انا طال عمرك اللي انا حضرتها طال عمرك بدينا في الابرقه. بيعت العقله بن الحديدي محمد بن بطي. نعم. ب 200,000 على حياه سعود محمد. ما شاء الله. اي نعم. والسنه الثانيه بيعت غزيل بن عويج ب 250. ما شاء الله. اي نعم. هذه بدايتها. وبعدين هذا الارتفاع الهجن من هنا بدا. الغزيل كان تسوي ناقه العقله. نعم. تجي الاول، وناقه الهاجري راشد بن عويج يجي الثاني. هذه اللي اشدنا. وبعير حياه صالح بن عقيل يجي ثالث ظبيان. ما شاء الله. اي نعم. وانوعسات يجين بعد ثالث رابع ثالث. انوعس الحمراء معدوده الهجن ما هي بواجد. من طريبيل. هذا يستمر 3 سباقات او 4 سباقات ولا برقه في السنه. نعم. ايوه. عقب طال عمرك وش سلالات الهجن هذه؟ السبق الاربعه اللي ذكرتها. هذه سلالاتها طال عمرك ناقه بن عويج من هجنهم ومعروفه، وناقه بن الحديلي من قوم الجدار. نعم. بنات الجدار معروفات سلالات قديمه موجودات سلالات. نعم. من الحين عند اهلها. كذلك احنا سيمه عندي الغزيل وعتاله ثنتين عندي. جاني بن حسين جابر يسومهن حق سعود. قال انه قال ثنتين ب70.
قلت والله البيع ما نبيع انا ب70 هذه ما نبيع انا بتونس عليهن نعم. وامورنا ان شاء الله مسدوده. والله اي بالله. شريت ناقه حسن بن حمد قال لها الماهر شراها سعود محمد في نفس تقريبا 50 او 70 الف. الحين ما بعد جاتكم السودانيات ولا المهجنات ولا شيء؟ ما بعد جاتنا شيء. طيب. اي والله عقب طال عمرك الهجن ارتفعت. انا ناقتي بعتها ب 100 اللي سيمت ب 70 بعتها بوقت على الشيخ عبد الله ب 100. ما شاء الله. اي نعم. وبعد ما تونست عليها قد هي القحه. ذاك الحين سباقاتكم في ارض مفتوحه. اي نعم. ما في شبوك. ما في شبك. اي نعم. عقبه طال عمرك ارتفعت الهجن. سعود محمد يشتري على 350. ما شاء الله. شرى البخش عند حسين العجمي. نعم. 350 وارتفعت الهجن. عقبه طال عمرك جانا موجات. مرتن سعود مرتن شقران شرى عند ريمان ناقة شراها من عند السهول عند زايد بن طرجم ب 30,000 والبيع ب 300,000 ما شاء في الله ذاك الوقت. ما شاء الله. ريمان صرفها سعودي بكنا 330. ما شاء الله. ايوه. هذه مش ارتفاع الهجن يعني. ومنها على ما قال راحت بالملايين. السلام ورحمه الله. متى يحط لها مضمار ودربت الهجن على المضمار المحدود بمواصيل او بشبوك؟ اي نعم. المضمار عندنا بدا في 78 1988 بدينا نشتغل فيه. انت كان نائب اللجنه؟ نعم كنت نائب اللجنه وبعدها والشيخ حمد بن جاسم الله. وش اللي ممنوع عندكم ذاك الحين؟ ممنوع عندنا اللزقه حقت الركبي. كيف اللي تلزق الراكب؟ اللي يحطون عليها الراكب. أيه. والصقاع. هذا ممنوع ممنوعات. بعدين صار ما تعرفون هرمون ولا عبث ولا شيء ولا منشطات ولا حاجه. شعير وجت ما غير شيء. طيب. يوم جات طال عمرك دعوه. انا في سنه تقريبا 2006 اعتزلنا احنا من ركض الهجن الى انا قد طلعت من اللجنه 2007 تقريبا. نعم. وسوى معنا لقاء حسن بن مهندي. نعم. في هنا في المحميه. نعم. العنه سميها العنه. واجتمع مع الشيبان والشباب قال ليش ايش اللي خلاك تطلع من الهجن الركض الى المزاين؟ قلت والله المزاين احبه على اساس ان القاعده عندنا الهجن عندنا قيمه. نعم. وقد هي ابل ما هي بشوي ونبي والله نرتاح. هذا نشوفها اريح لان السباق فيه حاجات ثلاثه. قالوا وش الثلاثه اللي جايين؟ قلت والله فيه اللي خلينا ما ننعزل منها. اول شيء انها الهجن طال عمرك المتودع هذا ياخذ الذلول بيجي بالشوط اللي انت بي. وكذلك المضمر الشيخ واحد منهم والتاجر. نعم. ثلاثه ذولا ما تقدر لهم انت يا المواطن. صح. والباقيين على ما قال هذا اللي خلانا ننعزل ونشوف هذا اريح لنا. والشيء الثاني الصيدليه في جنب الصيدليه في سبب انا اقول هاي 2007. نعم. فيه حاجه في الصيدليات. انا والله لا اقول لك شو اسمه لكن فيها شيء. لا اقول لك منشطات ولا اقول لك جزمه لكن في حاجه. الصيدليه تفتح في جنب الصيدليه ويستفيد في حاجه غير طبيعيه. اي هذا اللجن مستفيدين منها من 2007 وللحين. الحين ما شاء الله الحين ما بالصيدليه قدي 100 صيدليه. متى بدا المزاين عندكم؟ بدا المزاين 2005 او 2006 تقريبا. بس في العمانيات. اي نعم. هذا بعير عندنا الحين من صورته هنا ماخذ الاول في شو اسمه ثني 2008. ما شاء الله. اي نعم. وش كانت الجوائز؟ ماخذ سياره. ما شاء الله. نعم بيكم. احنا ذاك اليوم في الامارات اخذنا 6 سيارات. احنا عيال ضابط. لا والله 8 سيارات. ما شاء الله. 6 من عندنا وثنتين من عند مبارك بن عبد الله. تقريبا 8 سيارات في اول مزاين في الامارات. نعم. ايوه. عقب طال عمرك المزاين تطور وصار فيه. كنتوا تتوقعونها بكذا المراكيض ولا المزاين والله المزاين له شعبيته. ومثل ما تشوف المنصات تمتلي. ما شاء الله. وله شعبيه في الصغار والكبار. نعم. وهو ان شاء الله ان الناس مستفيدين منه في بيعات.
حصل منه خير. الله يوفق والله الشيوخ. يوفق الجميع ان شاء الله. الشيوخ كلهم بركه. نعم. والحين الحمد لله قد هو نادي. ما شاء الله تبارك الله. وحنا هو اللي نتمناه من 2000. احنا بدينا من 2005 او 2006 مبارك كم سنه؟ 2000 من 2006 لليوم هذا احنا بدينا فيه. والحمد لله من قبل سنتين هو نادي. الحين نادي مطلوب. كنتوا تطالبون بنادي؟ نعم نطالب النادي، ونطالب النادي في لجنه سباقات الهجن. نعم. لجنه سباقات الهجن بها تطور اكثر. نعم. والنادي له اتحاد، والاتحاد لازم يكون رسمي للدوله ولخارج الدوله. صح. هو الاتحاد يدخل في الاتحاد النادي. واحنا نبي بعد اللجنه. امنياتكم وصلت ما شاء الله. نعم ان شاء الله. والله يوفق الجميع. امين. خلينا نشوف مبارك ونرجع لك ونشوف الربع اللي بيتكلم. الله يبقيك. والخريب منوره باهلها واليوم تزيدها نور. الله ينور عليكم ويطول عماركم، ربعنا وبني عمنا اللي نفتخر فيهم. ودنا نجيك، كان جيت في نهار نرويك البل ونرويك الفحول. بنجيكم ان شاء الله. اي بنجيكم. البلده اللي ذكرها ابو محمد الكلام. لا البلده اللي ذكرها لازم نجيها ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. الله يطول عمرك. استكمالا طال عمرك لابو محمد اخونا العود. نعم. واحنا طال عمرك نشينا في ذي البيئه المبروكه. نعم. في دولتنا المبروكه الحبيبه اللي تشجع على العادات وعلى الموروث. صحيح. يقولها بنجار الله هذه عوايدنا وهذه اسلوبنا، وطبع العرب تاخذ مراجل جدودها. هو صادق بنجر المري. الله الله. ايوه نعم. واحنا طول العمر على قولة القايل اللي ما لها قديم ما له هو ما ثاني. صح. وربينا طال عمرك مع الشيبان ومع ذا الحلال، وتغلغل حبهن من عادنا صار. صحيح. الله الله. ويوم طال عمرك كبرنا وتعبنا واجتهدنا ودرسنا وحصلنا المناصب ما نسيناها. بيض وجهك. اي نعم. ما نسى الشيوخ، ومن الشيوخ يحصلون على اشياء. الله يطول عمرك. فاول طال عمرك جات عندنا كنا مسؤولين في وزاره البيئه. نعم. كان سابقا المجلس العلي للبيئه. نعم. برئاسه الاخ الفاضل سعاده خالد بن غانم العلي الان. نعم. عضو مجلس الشورى ونمسي عليه ابو غانم. وكان عندنا طال عمرك احتفال للبيئه كل سنه ما شاء الله في شهر 2 مع البراد ومع الجو الحلو. نسوي احتفال يوم البيئه القطري. نعم. يشاركون فيها اطياف المجتمع ويعرفون بثقافه البيئه ويتواصلون مع الناس ويتواصلون طبعا. نعم. فطال عمرك صار اقتراح لاخونا ابو غانم، وقلنا يا ابو غانم هذا الاقتراح طال عمرك ان احنا نتواصل مع اخواننا اهل الباديه. نعم. بشيء يحبونه ونحبه. ويصير احتفال بعد نشاركهم فيه، ونفس الوقت يعني اللي نبغيه منهم من حفاظه على البيئه البريه وعرفت وقوانين الصيد وقوانين، فيصير التواصل بيننا وبينهم قريب. نعم. وش اسمه، واحسن شيء ابو غانم اللي هو عطى الله للموروثنا اللي احنا خابرينه. صحيح. الجاعد والذلول والركوب، ويصير مسيره احتفاليه في هذا اليوم ونضيفهم وندعوهم على هذا المضوف في البر القطري في الرياض المبروكه. نعم. خضار ومطر وخير. يلا الله الله. عرضت الفكره على ابو غانم وتبناها وعرضها على رئيس المجلس امير الشباب ابو فهد الشيخ جاسم بن حمد، ووافق ودعم الفكره وسويناها طال عمرك اول مسيره في العريق. نعم. مسيره تبل ما شاء الله. سوينا دعوه حق اخواننا الباديه اهل القطر، وكل جاب ذلوله وشارك. هذا اول مشاركه جات. نعم صارت في العريق مسيره، وجو الجماعه واستانسوا وتغدوا ووزعناها هدايا رمزيه. السنه الجايه بغوها الشيوخ في العوريات مسيره، لكن صارت دعوات حق اخواننا دول مجلس التعاون. ما شاء الله تطور. اي تطور. وزاد العدد وزاد الحجم، وسوينا طال عمرك مضوف كبير، وجو اخواننا من هالعمان ومن هالابو ظبي ومن سمعتني وجن عطي الله اللي تبغيه. البواطن القدامى الاصابع المركوبه، وصار احتفاليه ما عقبها احتفاليه. 3 ايام عروض رايحه جايه البل. سمعتني يقولها حياه بن عفيش الله يغفر له. قصائد الهجن. الحين طال عمرك مثل عقبته قال هذه تكمل هذه. هو صادق. يراك باللي والمها ما قبض لها العصا.
سفينة بر تقطع القيعان صف صافي، تحادى بظهرها من جلالة عضو تقبل لكنها قوسنا الدافي. صادق. لك انصفك شربها الى حسيرها، تصفق زكرتين صفق بالاكفافي. صادق. ثلاث توديها وثلاث ترد لان تودها مراسيل عرافي. صادق. الله يغفر له. امين. في قصة البل حياة فرج بن حمد الهوليد نعيمي من شيبانها القطر القدامى، الله يغفر له. شاعر يقول هجرنا الدربات ما فيهن دغيله، ما دغلها من قصيرات العبادي. صادق. فوقها كله بلجن يطلب نصيبه، يطلب الله فوق زينات الجوادي. الله. سمعت مني؟ فهي طال عمرك متداخله. صحيح. حبها بحب ذا البيئه. صدق. وفرحوا الناس طال عمرك، وعقب تولد فكره المزايا من ذيك السنه. الناس قالوا طال عمرك نبغي بدل ما هي مسيره نحط مزايا. الله وعرضوا على الشيوخ ودعموا الفكره طال عمرك، واشتغلنا. اول ما طلع في العبوريات، وعقب طال عمرك تطور، سووا له نادي هنيه. ما شاء الله تبارك الله. مسك كان تقريبا 4 سنوات فيه من المؤسسين. ما شاء الله تبارك الله. وتمنوا شيوخنا الله يطول عمارهم ودعموه بالمال والجوائز. واستمر حتى هذه اللحظه. الحمد لله. شكرا من زود في زود. الله يزيدنا وياكم. اما بالنسبه للقصائد طال عمرك في الوالد وش وقع عربه طيب وبخير. قصائد الوالد تحفظها؟ والله حافظ قصائد، لكن في قصتين جات علي الحين ثاني. في الهجن لها حق. صح. خصوصا الهجن القطريه الاصيله القديمه، سمعتني؟ لها حق على اهلها. الحمد لله رب العالمين في ساعه يسر وفي ساعه رحمه وخير، عسى الله يديمها. فهذا نوع من رد الجميل. نعم. احنا ارتباط الانسان فيها، احنا يا الجزيره من عهدنا من قديم العصور. صحيح. فالواحد يرد الجميل. والهجن القطريه اثبتت طال عمرك جدارتها في المزاينات وفي في السباقات. منها طال عمرك انا هذيك السنه طال عمرك يوم فازت منحاف الذيبه اللي سموه الشيخ محمد بن خليفه الله يطول عمره، وخذت كاس دبي وانا كنت ذاك اليوم حاضر. وراها منحاف من هنا للشيخ محمد بن خليفه ما شاء الله. ويدربها عبيد بن شيناء، هذا حي موجود الله يطول عمره. الله. وخذ السيف ذاك اليوم، سيف دبي. فاقول طال عمرك مبروك يا من خذ مع السيف نوماس. ابو خليفه من نسل جود واشرافي، لك صادق المعنى تعابير واحساس، فوزك لنا فرحه على الكل تنشافي. صادق. جبت الاصايل لعريبات من ساس، هجن لهن في مثل ذا اليوم ميقافي. والذيبه اللي ما لها نوع واجناس، مثل الغزال اللي على راس مشرافي. الله كساها من الحلازين والباس، وخيل الجزيره تشترك فيه بوصافي. مفقرا ويضا مع النحر والراس، الله يوقيها من العين يا كافي. يوم احضرت للشوط مع كل عرماس، حين على قطع المسافات ميلافي. قادت جموع الجيش والكل جلاس، ويضا تباريه على الخط من حافي. مثل الذي ذارا ولا جاهن انعاس ذب ورا مهياب عجلات وخفافي. ومضمر السبق ويعزم والباس، يسأل وعين الغير في مرقدها غافي. مشكور يا عبيد بلا حد وقياس، تستاهل التقدير والمنصب الوافي. تستاهل. اي والله صح. طبعا هذه في القصايد في الهجن القطريه. نعم. اللي هي اصايل قطر. صحيح. وغيرها من اصايل ابها. هذاك وش سعود محمد يوم يقول يراك باللي بعيد الدار يطون حراير وصلها من جيش ابن ثاني. قصيده طويله ومعروفه. نعم. اختلفنا طال عمرك مع واحد في وصف، واجهته قبل كم يوم في وصف الذلول، وقال والله يا اخوي مبارك انا جبت لي شيبه وجمعت لي حشوان السنه، وقلت له يا طول العمر بدخلك في ذا الحوطه وابيك تريحني، طلع السبوق واللي ما هو بسبوق ريحني كفني من خسارتها. طلعها نظريا. ايه. قال السبق في عظم غبي ولا عطاني، ما عطاني الوصف. قلت له طال عمرك والله الواحد يخمن على الذلول. صح. لها مواصفات والتوفيق على الله، ولا هو بلازم انك تصيد. صح. سمعتني؟ في طال عمرك حق شاعر شمال شمري اسمه حمد الحراير. يوم طرت الحراير. حنطرت الحراير. اي صح. ظن يقول اصايل. والله انا قلت حق بدوي انه كان متربع وقعد، قال اشهد انها بدوي. يعني اللي مره وصفها توصيف الذلول. ايش قال؟ فهذا عندي وصف يا الله يا ابو سيف، انا كيف جاب هذا الشاعر.
يقول حمد الغسلان شمري نعم. يقول طال عمرك الله من جفن به النوم ما بات، من سهر جفن العين واعز تالي ليضاق صدري قمت اطوح بالاصوات وامسيت انا من باقي الفكر خالي وخلاف ذا دنيت هجر عريبات، هجر ربا بظهورهن الحيالي 5 على 10 مهات غذيات من يومهن حيران يغذن هجالي مقيضهم بين الصف والقريات ومرباعهم بسويف هو الهلالي شعل شماليات هجر عريبات ومحيلات تيهن بالمفالي أنحار مفجوجات وزوار عدلات ورقاب مضغوطات بزين وعدالي بتر الفخوذ مرفعات انجليلات مد الغوارب والمناكب جلالي. والله الذي لا اله الا هو سيف ساعات قطه يحذف القطره انت ذا الشايب والله اللي قطعها بتر الفخوذ مرفعات انجليلات هاي ما تجيك الا في الذنوب صح سمعتني؟ بتر الفخوذ مرفعات انجليلات مد الغوارب والمناكب جلالي لولا محاقبهن على البطن كربات ومجودات والخطايم طوالي لولا خطايمهن احلاق مثنات وسلايل سل لهن احتمالي كان لشده لا تكسر خطيرات وخطر يقطع الرسب والحبالي وخروج طرق والسفايف جديدات واللي عليها الراكبين عيالي مدللات قافلات سمينات ومقيلات اللي ينسح الظلالي شد ومد بالرفق والمدرات والعصر عندك يا كريم الاسباب. الله 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 شفت كيف؟ الله اكبر. الله حب الذلول من تبوك لين عمار صح. الدندان الله يرحمه يقول كبار اللحم من حد ما رفعت الاثفان اقلال اللحم من حد ما نزلت هي على حلايا من حلايا الجمال وثان تفك السيور من الظلاف الشماليه توصيف وصف ازوارها كاتفه التيجان وحمر وصفر الصرايا من العراني الماريه. الله 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 شوف كيف؟ فطال عمرك حبها متغلغل في صدورنا وصدور غيرها من اكيد وما زال متوارث صحيح الله يمن اوطاننا يا رب العالمين. الله فطال عمرك هذا يقول حياته فرج بن حمد بن الهولي الله يغفر له عنده بعير الظاهر انه يراك باللي في الملمات يظهر ومشتين يرعى جديد العضيدي الله وانخب فوق القاع ما بال له ثر يقطع سماح القاع له بعيد الله يرحمه. لا شوف الهجن الدندان يقول يراك باللي تجمع السير والقوران السير والقوران طوال دقاق مهدفات مدانيعي ثمانهن ما يطر على الاثمان لها مع صحاريح التخاتم شويعي بغوا دلتين وجعلتهم من المقيال وهي ضارياتهم في البهاء بالزلاويعي تصلفق لي منك فاختار في الدسمال ولا الصرايا مكسرن المصاريع. الله الله رد الهجن يا صفانها وصف صحيح. الله الله اقول طال عمرك فيها اليوم جاء عيد ملاعبه الصرايب اللي كمالون الدماني خدودها صادق طير السعد غنى لها منكر وحايم يا مرحبا باللي لفت واللي يقودها احبها صاحي وفي النوم حالم عش كنت وارث من سلايل جدودها صادق لعلها ترزق برزق الوسائب وتصبح بخير كل دار ترودها امين. فطال عمرك احبها متغلغل في قلوبنا والحمد لله هدينا اللي نقدر عليه بيض الوجيه. سمعتني سواء ابو محمد ولا انا ولا غيري من الاخوان اللي كملوا المسيره صحيح. سمعتني محمد نعم. انا ودي تتحدث لي عن قريه الخريب متى اسست قريه الخريب؟ نعم قريه الخريب طال عمرك. طيب قريه الخريب خاصه بالضابط. نعم الله يسلمك الله يرحم الشيوخ الشيخ علي الحاكم الثالث في الدوله بدت حكم سنه 49 وبدا يوطن المواطنين القطريين في كلهم في هجرته فبدأوا يدرسون العيال. الخريب كانت بير؟ اي نعم بير يقطون عليها البدوي. نعم يشدون على قعود وعلى العمود ما شاء الله. نعم. والبصير؟ والبصير نعم البصير يسكنون البصير بعد بير؟ نعم بير والخريب بير والنصرانية بير كذلك الجمرية بير القعية بير عرس ابو قليله هذه كلها ابيار كلها يردونها الجماعه في الربيع وفي المحل. ايوه عقب طال عمرك جانا مندوب الشيوخ الشيخ علي الله يرحمه وقال نبيكم انتم يا ضابط وعيالك وجماعتك شوفوا لكم مكان اي مكان تبونه ترى احنا نبني لكم فيه. نعم. في الخمسينات تقريبا اول خمسينات تقريبا لانه بدأوا التوطين. بنوا لنا طال عمرك من في الخريب هنيا بيوت وش كانت البيوت من طين؟ من طين وحصى. طين وحصى. اي نعم
وبدأنا فيها لين حكم الشيخ خليفة الله يرحمه ويسكن الجنة، وسوى لنا طال عمرك حوالي 20 بيت. بدأت الشحانية، بنوا الشحانية، سكنوا فيها من كل القبائل. وحياة جدي قال أنا إذا كان تسمحون لي أنا أبي المنطقة هذه، منطقتنا عامرة. نعم. من الشيوخ من أول، والحين جزاهم الله خير، بنوا لنا جزاهم الله خير ما بنوا لنا إحنا في منطقتنا في بلادنا. قال لا بدل بنبني لكم. طرش الله يرحمه عبد الهادي بن زاب الدوسري الودعاني. اي نعم، الله يرحمه رحمته واسعة. ويرسل لنا طال عمرك قال لا بالله نبني لهم في مكانهم. حطوا مخطط. نعم مخطط ومسجد، وقالوا حتى المدارس بيبنونها لنا. قلنا قال احنا الحين نبي بس توطين. بنوا لنا 20 بيت، والحين قد هي الحين حوالي 50 فله. ما شاء الله تبارك تبارك الله. والشباب والعيال كلهم موجودين فيها، واللي سكن في البلاد واللي سكن بعد خالي وعيال خالي كلهم في القاعية. نعم. عادهم ساكنين. والبير موجودة؟ والبير موجودة. نعم. محافظين عليها؟ موجودة. نعم موجودة. ما شاء الله تبارك موجودة. ما شاء الحمد الله. لله مستانسين الشباب فيها، وحنا وعيالنا الله قالوا الضابط انهم عندهم يعني فراسة في بعض الامور. والله يا طويل العمر انا طال عمرك يوم عندي بزر كنت اجي عند الوالد، والوالد ابنه تسرح، ولجأت النهار تجيبها لقمة التمر. ما نسرح فيها راعي، تسرح لحالها. ولجأت النهار عطاها حياة الوالد القم تمر وتضوي علينا البن. وانا طال عمرك قاعد عند على الباب بدون شزمه، في بان اثنين، واحده من قبله وواحده من الشمال شرق، والبل مستشمه جايته من الربيع ومستشمته مسيار. وانا قاعد على الباب حاط وجهي على البل اللي وراي، ما دريت ان البل وتخمني وحيشه لأنا طايح بزر ماني بعود. قال الناقه ذي قدي مصوب اسمه حيشه. اي ذلول النية على القحيدي الربع، ولد الربع. القحيدي من وطننا ثلاثة. اي بلى. والله يرحمه وقعدت في قلبي وحيشه 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 تجيب بنت مصيحان الرقبه، وبنت مصيحان تجيب بعد على ظبيان بكره، والبكره طال عمرك نضربها بسمحون، وتجيب القعود الاصفر السبوق اللي قال له لصيف بعير مبارك مطر. اي نعم. نضربها ناقة مهنا قال لها مهنا شريد، وتجيب القحيدي، والقحيدي طال عمرك يركض في الامارات قد هو ثني يضمرها محمد بن محمد اخوي محمد ثني، ونركضه في يركضه هنا ويسبق، ونركضه في الامارات. يعني اخذ سياره. اي نعم. ونركضه في الامارات سنه 2000، وياخذ الرمز خنجر الشيخ زايد الله يرحمه، حاطين خنجر النساء، وياخذ الخنجر وياخذ النساء، ويكررها طال عمرك السنه الثانيه في الزمون، في الشوط الاول في الوثبه بعد نفس الشوط، وياخذ الدرع وياخذ النساء. هذه قحيدي ما صل من ابننا تلاد على تلاد ما شاء الله من ذاك الشيء. والحين بذره موجود عندنا وبناته موجوده، عمانيات نخلص. اي نعم. حياة الوالد رحمة الله عليه انا كنت ماني بعود، ويجي عند الموارد. الموارد طال عمرك شرقينا حوالي 30 كيلو عرس، ويجي البلع تشرب فيها، لا جاء الربيع تفتل في قطر، ولا جاء الصيف جات على الموارد. اي انا ماني بعود. كبر مبارك، كبر محمد مبارك بن محمد الصغير ذا، كبره ولادون بعد منه. قابض ثوب ابوي اباريه واسمع افطن في الشيء هذا اللي هو يقول هاي ثار فلانه، هاي ثار فلانه، هاي ثار فلانه. هاي ما شفناهن بس شوفوا ثرهن على الموارد. نعم. اخذنا لنا شوي ودورنا على هذه فلانه وهذه فلانه وهذه فلانه. بروك ما شاء الله. ولا يعرف وبرها. نعم. وبرها طبعا طاحت عندنا بنت معيضه في البير، ولا يدري وش هجدت البير طاح واحده. اي نعم. فيه طاحت واحده من البل في شو اسمها، شو قال لها البير عرس. نعم. في عرس. اي نعم. يوم حصلوا برها جزمه قال هذه فلانه، هذه عرفها ابو البره.
عرفه بالورق. ما شاء الله. اي نعم. بالنسبه للفطانه وذي والدلاله. الدلاله طال عمرك في ناقه طال عمرك مرة من المرات في ناقة صار عليها عشوة في الريس. نعم. وقال يا جماعة كل يقولها له. لا العشوة طال عمرك الناقة وقفت على أنها سودانية. نعم. والناقة طال عمرك ما هي بسودانية، الناقة شاركت معنا وعارف أنا مشاركها وعارف راعيها وعارف جزمة. والمهم إن الناقة واقفة على الستارت، راعيها اللي بيحلف بيجي. وأنا ويا الشيخ حمد بن جاسم نتمالى، وش رايك في الناقه دي؟ قلت والله يا شيخ حمد بن جاسم شهد على الكلام ده وراعيها بيجينا، وش رايك في الناقه دي؟ قلت والله الناقه دي اللي موقفه دي ترى الناقه دي ما فيها عماني، الناقه فيها مجهم وناقه فيها سوداني. عماني ما فيها ولا بسودانيه، لكن فيها عماني وفيها مجهم، عماني ما فيها. المهم جاء رايه. يوم جاء رايه له جاينا من الرياض. حول الرجال وجاء يسلم على الشيخ وقال أنا راعي الناقة. قال يروح يحلف عليها، أقبض بيده يا فلان الناقة لا تحلف عليها ترى مو بزين عليك. قال والله أنا يا جدتها أنها مجهم. قلت الكلام معطينا الشيخ قبل والله هنا الكلام صحيح وغيرها مثلها بعد. ربما حلف بس. لا والله حلف عليها ان ما فيها عماني. انها لا حلف عليها انها مهجنه. مهجنه والخضار طبعا خذت سيارة عند جزاه الله. هذه وهي ما اخذت كم سياره عند رعيها، ولكن احنا ما نبي نذكر اسماء. نعم. الناقه معروفه والسالفه معروفه. الله. اي نعم. وغيرها مثلها واجد، لكن بالنسبه للعرف وجلمه انا اعرف واخواني يعرفون والربع يعرفون والناس مثلي ويمكن بعد بس تراها قله يعني الناس اللي يعرفون العرف قله فراسه هذه قله في الناس. الوالد يعرف ثر انا لحقت عليه ويعرف ثر البل فلانه وفلانه وفلان. قلت انا الوالد يعرف ثر البل لكن انا اعرف البل بشكلها. والله يا ناقة وقفت طال عمرك في الماوى يبون يسجلون راعيها. قلت خلوها هذه الناقة على فلان، على البعير الفلاني، والسوداني الدكتور عبد القادر موجود واقف على السالفة. رحنا طال عمرك وجاء راعيها. قال له السوداني عبد القادر الله يجزيه الدكتور عبد القادر، قال الناقة وش ابوها؟ قال ابوها فلان نفس اللي انا قلته. وانا والله بس عارفها من خواتها ومن شذمه. صح يعرفونها. هذا اللي نحن عندنا ومنحبها لنا منحبنا لها نعرفها نميزها. صح. يحبوا فراسه شيء يعطيها الله سبحانه وتعالى. سلمك الله. شيبان ذيك الزمان راحوا يستعينون شيبان عند ربعهم في السعوديه. نعم. في الخبر. نعم. شيبان نعيم هالقطر كلهم ممحلين وراح يستعينون عند ربعهم. ويوم قسم منكفين ضاعوا العربان، خاروا العربان ضاعوا تيامنوا وايد. وقالوا واحد من المناصير يا الربع من بدلينا قال حي ضابط العود. قال حي ضابط عندي دلاله عندي. قال عندك توكل والله. يقول بهم والله يقول ما جاء نص الليل محول بهم على سلوى وعلى ابو سمره. نعم. اللي هو جايبهم ذي غرد المنصوري. قال الدليله الليله غدره والدليله ضابط صبيا على درب المراجل ثابت. الله يرحمه. المنصوري يوم غرد. نعم. وصلهم حولهم ضابط لين حولهم قطر. هاي من الدلاله ومن امور الدلاله. يا سلام. سلمت. الله يطول وش القصيده. احنا طال عمرك قبل القصيده سوينا كتاب على حفظ الموروث. حلو. كتاب اسمه اللهم صل على محمد الإبل القطرية. نعم. مع أخوي خالد بن غانم العلم. وحفظنا فيه جميع السلالات القطرية من بدايتها إلى حتى اليوم مثل الليل. زين والله سوي. أي نعم. أول كتاب يطلع. ما شاء الله. حفظ السلالات القطرية. صحيح. سلالتها طبعا استعنا بأخونا الكبير مبارك وبعض الشيبان هالقطر. خذيتوا المعلومات منهم كان. اي نعم وابطل الكتاب والله. تعبتوا عليه اكيد. والله الحمد لله رب العالمين الكتاب موجود وان شاء الله نحصل فرصه ان احنا نهديك اياه. الله يطول عمرك. عمرك. بالنسبه للقصيد وش محاور القصيد؟ اعطنا قصيده في الهجن ولا في اعطنا قصيده في الشيوخ في شيء من الشيوخ؟ والله يطول عمره قصيدتي في طول العمر قصايده تخبر احتفالات الدواس تحصل. نعم.
دائما نحضر، وإذا حضرت بعد معي الشعراء وقالوا لي طال عمرك عد قصيدتك. نعم. هذاك اليوم طال عمر الشيخ حمد الله يعطيه الصحة والعافية جاي من العلاج، وذاك اليوم أنا صغير ماني بعود 2006 96 و 97. نعم. كان عمره 26 27، وكان الشيبان ذاك اليوم أكبر مني في الحفل. في اللجنة. نعم. أنا صارهم سن، وسويت قصيدتي وجيت قلت الله يعيني. آمين. الله تخبر كان كل قبائل هالقطر مسوين صحيح. احتفالات. الله الامرأة جيتهم طال عمرك وقالوا عد قصيدتي، قلت ترسل على العبد المصايب وتنهال، الله. وعلى قدر صبره لها الخير مردود، منها نقص في الحال والمال وعيال، وجزاك يا مؤمن على الصبر محمود. الله أكبر. تسهل عظيمات المصايب وتنزال، وترى الصبر تسهل عظيمات المصايب وتنزال، وترى الفرج بعد الصبر دوم محصود ويوب، قدنا لها من السوء مالان ومن البلا ثني لها عقال وقيود، ومن الصبر نال الأجر ثم له قال أبشر بكشف الضر، وأيامها السود يا مرحبا باللي لفها بعد ما طال غيبها عن قلوب بها الشوق معقود لك يا أمير الدار يا طيب الفال ويضع عريب الساس، من خال وجدود طير السعد غنى على نايف الجال وشمس الفرح بانت لها علام وحدود ساعة وصولك، قالها الكل بعجال ترحيب لك منا بالاطياب مسنود يا مرحبا بك عد ما وادي ينسال وعداد ما راحت مراسيل وردود. الله. سلامتك قصد لنا خير وامال وما دم طيب ما عن الحال منشود، القع لو مرت به تهور ومحال ابد من يوم يخضر به العود، وحنا معك نخلص لك القول وافعال مواقف له الوطن تاخذ الزود من سلمنا يوم اللقى طيب الفال والعدو فال من الخير ملدود. الله. سلمت صح والله. خلاص طال عمرك عاد الحقني شيء الله يغفر له. قال له منصور الله يغفر له منصور اي مثقل الله يرحمه الله يرحمه والله لا اعرفه يا ابو سيف الا ذيك الليله شوش والله طيب راسه. اي والله لا اعرفه يا ولد. خيالات. اي شو محمد من الخيالات. اي نعم معروف. قال يا ولد اخو مدعث الله يرحمه الله يغفر له والله ما عرف الا ذيك الساعه. قال يا ولد تعطيني اللي اطلبه ولا بحب خشمك؟ قلت لا والله ابشر يبا ابشر امر. قال ابقي عليك شيله حربيه. شيله حربيه بكره كذا. قلت تم ابشر بها ان شاء الله على عماها وعلى نشاطي، وتخبر الدنيا محتفله وقطر كل يوم محتفله والقبائل كلها اعلام، وشلني الحماس. شوش بك الرجل. ما رقت يا ابو سيف ما رقت الصبح ما رقت والله ما دبراك. سويتها طال عمرك ما ادري شلون سويتها. يوم عدى العصر ولا انا دق المحزن طال عمرك الجنبيه ولابس البشت ومنكس العقال وادوس القاع مرتين ادوس وكاني ما ادوس. كهو ابغي الرجال ذا. اي والله والله يا ابو سيف ذيك ساعه وذيك ساعه الله يرحمه الله يغفر له بنته وقطرته وما جاني مبارك قبل الفرق ودوس الشعر لاقيني حبيب قبل العرضه. السلام عليكم السلام. قال بشر يا ولدي قد جاهزه غير اني ما عاد اشوف ابغى الصفوف. الله يا ابو سيف ابغى الصفوف. قال جاهزه يا ولدي تبدا بس ابغى قربهم بس قرب الميكروفون بس. اي والله امسك الميكروفون طال عمرك. قال ردد وراك انت ملحنها. قلت جاهزه كامله ملحنها. قال وش يقول؟ قلت مرحبا بالليل فانا من بعيد الله شيخنا المحبوب جاء من غيبته الله مرحبا واهلا هلا واليوم عيد زانت الدره وطابت جيته الله من خفايا النفس نرفع القصيد يوم كل قالها علابته لابتي فيما بغيت وما تريد حاضرين في اللزوم وحجته صادق عن هالعادات في يوم شديد لا نطق حد السيوف الصامته كفو والدواس يرفع لهم دمون وكيد لارتفع صهيل الخيل وعجته الله حريب طاح في يوم الوعيد ما سمع ذكر انه عينه شافته. الله اكبر وقد اغتر يا ابو سيف. هو أريمان وغالب الناصر وربع ذيله الله والله ذيك اليوم الله ويكتبوني من شعار الدواس من ذاك اليوم. تستاهل والله. اي والله الله تستاهل. الله يطول عمرك ويرحم والديك. الله ضابط محمد بن ضابط العمار الدوسري. نعم. محمد المهنا الضابط الدوسري. صبح
سلطان بن محمد بن ضابط الدوسري. مبارك محمد الضابط الدوسري. أقرب. مطر محمد الضابط الدوسري. ونعم. ضابط الدوسري. ونعم يا خميس. محمد بن سلطان الضابط الدوسري. محمد بن مبارك بن ضابط الدوسري. ضابط مبارك محمد الضابط الدوسري. تفضل سلطان. بسم الله. تفضل، وش بعد بتضيف؟ أضيف طال عمرك إنجازاتنا ونجاحنا كلها من نجاح شيوخنا. صحيح. ورؤيتهم. يبل. ونصايحهم. يبل. وبعد نظرهم للمواطن ولثقافة هذا البلد، عرفت؟ صحيح. فطبعا تواصلنا معاهم تواصل مباشر الحمد لله. الحمد لله. واضح. واي شيء طال عمرك يسوونه للبلد وللمواطنين احنا نفرح به. يبل. من هذه الانجازات مجلس الشورى اللي صار. نعم. معي. ومشاركه ابناء الشعب فيه، وانا واحد منهم طال عمرك رشحت نفسي في الشورى. تستاهل. كمشاركه وكخدمه البلد. أحسنت. معي. وقلت طال عمرك سلام يا بلاد بها الخير دايم. الله يأمنها ويحمي حدودها. آمين. ويعز شيخ الدار نسل المكارم اللي رفع داره وعزز وجودها. بل. منا لها التأييد فوق الغمايم من صافحة بنف وصافيات لسدودها. ثم قلت مبروك ثم مبروك يا ابن المشاهير. الله يلي بحسن الخلق والطيب مشهور، انزفها فرحة بصدق التعابير والرز رايات على البيت ونشور. والرز رايات على البيت ونشور، فرحة لها بلادي فرحة بها بلادي لها غرد الطير، وحتى القمر زايد على نوره بنور، يا فرح حر مدرجوه الصقاقير مرباض عندنا الغيم مستور. الله يا فرح حر مدرجوه صقاقير مرباض عندنا الغيم مستور. عسل ولي يحميك شر المتقادير، وتحيا حياة كلها افراح وسرور. والنايب الثاني يفك المعاسير نسل الشيوخ اللي لهم ماضي عصور، وايضا لابو مشعل برانا عن الغير، هو عزنا هو ذخرنا ومرجع الشور. ونعم. والله يا امير البلد ثم يا امير، ان لك غلا في موجة الشعب محفور. صدق. نفرح بفرحتكم ونثني التباشير ونزيد ساحات الفرح زل وزهور. الله في ظلكم نمشي بلا خوف ونسير، ومن فضلكم اصبح بنا الحال ميسور. ما شاء الله. وفي عهدكم جتنا حقوق ودساتير، وصنتوا لنا راي وتعابير وشعور. انتم لنا القاده وحنا الطوابير، في امركم نوجد على الساعه حضور. كفو. استاذ. والله تستاهل. انتم لنا القاده وحنا الطوابير، في امركم نوجد على الساعه حضور. يا الله يا رزاق صيد الدعاثير، يا منزل عمه وتبارك مع الطور، انك علينا تلحق الخير بالخير ولا خير. من يرضى على بلادها قصور، وصلوا على المبعوث رحمه وتيسير. اعداد ما نبت من الغيث ممطور. سؤال. اللهم صل على محمد وصح لسانك يا ربي، يصح لسانك ويطول عمرك. مرحبا في دار اخوه وضاه بعز ومقام، التحايا من صدور الغلا بدناها، من تميم المجد قايد مسيرتنا الهمام. مرحبا ترحيبة الدار يا ناصرها، مرحبا في دار اخوه وضاه بعز ومقام، التحايا من صدور الغلا بدناها، من تميم المجد قايد مسيرتنا الهمام. مرحبا ترحيبة الدار يا ناصرها، حاكم مال الطموحات في عهده لجام، لو هي ابعد من نجوم والسما غازنا.